تحظى قنبلة التوقعات التي يطلقها العراف اللبناني الشهير ميشيل حايك باهتمام كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديوهاته بيكون ليها نسبة مشاهدة كبيرة جدا. وبعد أن صدقت توقعات ميشيل حايك بزلزال المغرب الأخير، فاجأ ميشيل جمهوره في الوطن العربي بتوقعات صادمة جدا أثارت خوف ناس كتير. ميشيل حايك توقع ان الزلازل هتستمر في المنطقة، وان زلزال المغرب العنيف جدا كان مجرد جرس انذار، وان المنطقة هتشهد زلازل كبيرة جدا في البر والبحر، وصفها بانها زلازل هتكون غير مسبوقة. قال حايك كمان ان الهزات الاخيره سواء اللي حصل في المغرب او قبلها في سوريا وتركيا ادت لانكسار اكس الارض، وده تسبب في تغيير خارطه الزلازل في المنطقه وفي داخل باطن الارض. علشان كده بيقول ان في هزات ارضيه هتحصل على خطوط جديده، بمعنى صح ان الاماكن او الدول اللي ما كانتش في حزام الزلازل ممكن يكون وضعها اتغير. قال ان في هزات هتحصل في البر والبحر في منطقتنا العربية، بعضها ما حصلش زيه قبل كده، وهتكون تأثيراتها كبيرة جدا والامور هتخرج عن السيطرة. وقال كمان انها هتأثر على اماكن بعيدة، وهتكون الارتدادات اللي بتحصل بعد الزلزال قوية جدا. كمان حايك توقع ان في زلزال في عين التينة وظواهر طبيعية غريبة هتحصل، زي ظهور نوع جديد من الشتاء ما حصلش قبل كده على ايام طويلة جدا، لدرجة انه قال ان في حبال وحجارة ممكن تسقط بجانب حدوث فيضانات وكسوف وخسوف بشكل كبير جدا. الناس كلها بقت بتتكلم عن ميشيل حايك، وده بسبب توقعاته او بسبب تنبؤاته اللي بيطلعها، اللي بعضها بيصادف الحقيقة. وزاد تردد اسمه في الفترة الأخيرة بعد زلزال المغرب العنيف جدا اللي كان ميشيل حايك توقعه وبالفعل حصل. علشان كده ناس كتير بيخافوا جدا من مجرد إطلاق العلماء اللي زي دول لتوقعاتهم.